استنى، هقول لك كلمتين، كلمات لازم تحذفها من دماغك نهائيا، لأن الكلمات دي بتعد خطأ في حق الله سبحانه وتعالى، بنقولها واحنا مش واخدين بالنا ومش عارفين. ما تخليش المقطع ده يقف عندك وعرف غيرك، ويلا بينا نعرف ايه هي الكلمات دي. من الكلمات دي كلمة الله يخرب بيتك. طبعا احنا عارفين ان ربنا غفور رحيم، ربنا ما بيجيبش اذى لحد، وكمان ربنا ما يحبش ان احنا ندعي على حد او نقول كلمة تضر حد. ربنا ما يرضاش بخراب البيوت ابدا. وكمان جملة نوم الظالم عبادة، عمر ما كان في عبادة اسمها نوم الظالم، ونوم الظالم عمره ما كان عبادة. نوم الظالم ده راحة ليه، راحة ليه من شره ومن الأذى اللي بيأذي الناس بيه. ومفيش حديث ولا نص ولا آية بتقول الكلام ده. كمان عندنا جملة دي كبيرة قوي، هي جملة ده يوم اسود أو زمن غدار أو وقت زبالة. انت كده بتسب الزمن والدهر، وربنا هو اللي خلق الزمن والدهر، يعني ما ينفعش تسبهم أبدا. وكمان في جملة بنقولها لما يجي مضيف ونحب نرحب بيه، بنقول له ده احنا زرنا النبي النهاردة. طبعا ما ينفعش ان احنا نشبه اي شخص بالنبي عليه الصلاة والسلام. انت كده بتشبه الشخص اللي جاي لك زيارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وده طبعا ما ينفعش ابدا. ولما حد يسألك على حد بيكون نايم وتحب تهزر بتقوله ده نايم وبياكل رز مع الملائكة. طبعا ما ينفعش كده، ياكل رز مع الملائكة ازاي؟ طبعا الملائكة منزهين عن الاكل والشرب والنوم، فما ينفعش نقول كده. وكمان لما حد بيخطف نظرك بحاجة حلوة بتقوله اسم النبي حرسك وصاينك. طبعا ما ينفعش نقول كده، لان الحارس هو الله. لما حد بيسألك عن حاجة وبترد بالدين بتقوله لا حياء في الدين، هو الحقيقي الدين كله حياء، لكن الصحيح لا حياء في العلم. لما حد بيسألك عن حاجة وبتقوله عملت اللي عليا والباقي على الله، انت بتتكلم على ربنا كأنه شريك معاك. وكمان ما ينفعش تقول كده، قول له عملت اللي عليا والتوفيق من عند الله. يا ريت ما توقفش المقطع ده عندك وتبعته لغيرك، يمكن المعلومات دي غايبة عنه. كنت معكم أنا صفاء عبد الغني وبرنامج وقت صفا.